تعال نحسبها مع بعض كده، تشوف العجل اللي واقف عند حضرتك بيكلف كام، وتشوف حضرتك بيكسب ولا بيخسر في فيديو سريع مع بعض كده. هنتكلم على عجل 300 كيلو. لو عجل 300 كيلو هنقول بياكل 6 كيلو علف في اليوم. ال6 كيلو علف دول لو قلنا الكيلو ب17 جنيه يعني هيبقى بحوالي 102. طب لو قلنا الكيلو ب18 يعني حوالي 108، هناخده متوسط 105، يبقى معانا 105 علف. طيب هنيجي نحسب له 2 كيلو دريس الظهر، هنقول الكيلو ب10 جنيه، ادي معانا 20 جنيه. 105 و20 ادي 125. هنيجي نحسب له 3 كيلو تبن او قش رز، كيلو ونص الصبح وكيلو ونص اخر النهار، هنتكلم في حوالي هنقول 15 جنيه. 15 على 125 ادي معانا 140. هنحط له 10 جنيه في اليوم، تحصين مية فرشة اي حاجة، يبقى عجلك واقف بكلفك في اليوم 150 جنيه. يعني عجلك ما ينفعش يحولك اقل من كيلو في اليوم. لو قلنا الكيلو النهاردة ب170 ولا 175 او 180، فعجلك ما ينفعش يحول اقل من كده. دي حسبة بسيطة، ما تنساش في الاخر تتابعني عشان يوصلك كل جديد.